الزمالك قلب على بادكير ومانيكير وازاله الشعر بالليزر. احنا لسه ما خلصناش موضوع الحشيش والنسوان، دخلنا على البادكير وازاله الشعر. المفروض اللعيبه يعني عندها مباراه مهمه جدا مع بيراميدز النهارده، لكن انت الواحد بيفاجئ كل يوم ان هم يعني استراحتهم حلوه. اللعيبه يعني المفروض تنشر مثلا فقره تدريبيه جمهور يتفرج عليها، لكن احنا نخش في موضوع شغل الحريم وحاجات زي كده. بصراحه الحريم متضرر يعني من اللي عملوه لعيبه الزمالك، لان الحاجات دي هتغلى، السويت هيغلى، الفتله هتغلى. فبنقول بتوع الزمالك الحاجات الشخصيه دي ما بتتنشرش. آه المباراة التالتة على التوالي بغياب عبد الله واحمد فتوح. ليه ما حدش عارف؟ طب هم ما بيحضروش ليه؟ طب ايه هيئة المنشطات عملت ايه لجنة المنشطات عملت ايه؟ ما حدش عارف برضه. طيب النهارده الزمالك هيقابل بيراميدز. حاجة يعني ملفتة شوية ان الفرقتين ما حدش فيهم طلب حكام اجانب. هنتكلم شوية عن بيراميدز. كان مطلع بيان من يومين ان هو عايز عدالة تحكيم، عدالة تحكيمية. بذكر في البيان مباراة اهلي وازاي المباراة اتنقل ومش عارف ايه والقصة ديت. سيبك من ان هو اتغلب ثلاثة وكده، لكن كان في حكم اجنبي في مباراة الاهلي وبيراميدز. كل فريق خد حقه، وفي نفس الوقت الاهلي اتظلم كمان. خلي بالك الاهلي اتظلم. كرة رمضان صبحي كان المفروض فيها طرد. كرة عبد الله السعيد اللي اصاب فيها كريم فؤاد برضو ما خدش فيها اي حاجات تحذيرية. طيب ليه بيراميدز النهارده ما طلبش حكام؟ طيب ليه انت بتنافس على بطوله اهوت وهتوصل لنهائي وهيبقى اول مره في حياتك تلعب في نهائي؟ طب انت ليه ما طلبتش حكام؟ طب انت ليه يعني حاجه برضه مثيره؟ انت هتلاعب الزمالك، ولا هو الزمالك ما بتطلبوش حكام انت وهو حبايب؟ ولا هو بس البطوله بس بتكون قدام الاهلي؟ النادي ده انشئ بس لمواجهه الاهلي. انت قدامك بطوله بتلعب الزمالك، وانت عارف ان الزمالك الحكام بيخافوا من المدير بتاعه ورئيس النادي بتاعه، فانت ما انتش كمان خايف تخش معاهم في صدام؟ ما نعرفش، بس ده حاجه غريبه. كذلك الزمالك بيشتكي من ان التحكيم بقاله فتره ما طلبش حكام اجانب. لكن هنرجع ونقول الاتنين ما يرجعوش يشتكوا بعد المباراه، وشويه العيال اللي بيشتغلوا بعد المباراه مش عايزين نسمع صوتهم. تمام. نروح بقى لمباراة الأهلي وسموحة. بكرة الأهلي هيقابل سموحة، مباراة مهمة جدا برضه. اللي يكسب يوصل للنهائي ويقابل فيها الزمالك أو بيراميدز. بنقول الأهلي لازم يوصل للنهائي، الأهلي لازم ياخد بطولة الكاس ديت عشان يقابل الزمالك في السوبر الجديد، وفي نفس الوقت ما نخرجش خارجين الوصف خالص يعني. فإن شاء الله نقدر إن احنا نحقق البطولة ديت قادرين. رجع لنا لعيبة مهمة جدا، رجع لنا بيرستاو، رجع لنا طاهر محمد طاهر، محمد عبد المنعم. الواحد كان نسى بصراحه طاهر محمد طاهر، كان نساه خالص ان هو مصاب بقاله فتره كبيره جدا بعيد، لكن خلاص اصبح يعني مؤهل تماما ان هو يشارك في المباريات. وكذلك عوده بيرستاو عودته مهمه جدا لحد ما نجيب مهاجم. ما احنا مش عارفين قصه المهاجم النهارده هترسى على ايه، الاداره مخبيه، الاداره مكتمه. لكن كل اللي بنسمعه ان في اخبار حلوه. الكابتن مصطفى عبده طلع قال في اخبار حلوه وان شاء الله قبل نهايه القيد. بس احنا بنتكلم يعني عايزين اللاعب يشارك في قدام مباراه الزمالك، يشارك قدام مباراه النادي الاهلي، البنك الاهلي، بحيث ان احنا نروح كاس العالم اللاعب في الفورمه، اللاعب دخل خد على اللعيبه، التيم بقى كويس، الناس بقت مطمنه كويس، وان شاء الله نحقق مركز كويس جدا في بطوله كاس العالم، لان مشوارنا هيبقى حلو. ولو كسبنا اوكلاند وبطل امريكا الجنوبيه هنقابل ريال مدريد، فدي برضه في حد ذاتها بطوله كبيره جدا، وهتبقى مباراه مهمه جدا للاهلي زي ما قابلنا بايرن ميونخ. لكن نرجع نقول عودة بيرستاو مهمة جدا، هتفيد الأهلي في المباراة القادمة، خاصة مباراة الزمالك ومباراة البنك الأهلي، ويكون استعداده كويس جدا لكأس العالم. وإن شاء الله يكون معانا، لأن كأس العالم برضه السنة اللي فاتت ما كانش موجود معانا، كان مصاب. فإن شاء الله ربنا يبعد عنه الإصابة. النادي يبخروا بقى ويخمسوا الحاجات ديت في اليومين دول عشان تعدي على خير. فعودتهم هتكون مهمه جدا. محمد عبد المنعم الكلام ان يبتدوا بمحمود متولي عشان محمد عبد المنعم ما يكونش مجازفه بيه، لازم يكون لائق كامل عشان يلعب مباراه الزمالك، وده الاهم، لان احنا نفقد محمود متولي في مباراه الزمالك. فلازم ان احنا نكون مستعدين كويس جدا، اللعيبه بدنيا كويسه، ما نغامرش باي حد، حتى طاهر كمان يعني ان شاء الله. فقادرين ان شاء الله المباراه الجايه الاهلي يكسب فيها ويفوز فيها ويحقق انتصار يرجع الثقه للجمهور، وده اللي احنا عايزينه. وان شاء الله الاداره تخلص لنا مهاجم سوبر وليس مهاجم سد خانه، لان الجمهور خلاص ما عادش مستحمل. ان شاء الله الفوز يكون من حليفنا المباراه الجايه،
والاهلي يفرح جمهوره.